قبل ما تبدأ الانمي احب اقولك انك هتشوف عظمة ما شفتهاش قبل كده، اكشن وضرب ورومانسية كتير وحاجات شبه حكايات الاساطير، فما تنساش اللايك والاشتراك يا كبير. وتعالى معايا متعك بالانمي الخطير. ده هو ريك، شاب عنده 30 سنة، كان حلم حياته انه يبقى مغامر وينضم لنقابة المغامرين من وهو صغير، بس ما كانش عنده اي حاجة تأهله لكده. وفي يوم من الايام بيقرر فعلا انه يروح للنقابة ويقدم في الرتبة ايه، ودي تبقى تاني اقل رتبة من حيث القوة. بيروح عند موظفة الاستقبال واللي بتبقى عارفاه، ودي بقى اسمها إليسا. هتقولي هو في حد ياباني اسمه إليسا؟ هقولك الكاتب عايز كده يا صديقي. وبنعرف انه كان شغال معاه موظف في الاستقبال من سنتين، لكن بعد كده قرر انه يستقيل عشان يحقق حلمه ويبقى مغامر. بتسأله هو كان فين الفترة اللي فاتت دي كلها، فبيقول لها انه كان بيتدرب مع شوية مغامرين، بس في الوقت ده بيدخل واحد من المغامرين وبيقعد يضايقها. بيقرر ريك انه يتدخل ويدافع عنها، ويا دوب بيحط ايده على بطنه وبنلاقيه اغمى عليه. الناس بتروح عشان تشوف ايه اللي حصل، وبنكتشف ان ايد ريك طبعت على الدرع الحديدي بتاعه، كسرت له ضلوعه وما عادش قادر يتحرك. المهم بتديله إليسا بعد كده الكارنيه عشان يدخل بيه الامتحان، وبعد كده بيسيبها وبيمشي. وهو خارج بيقابل واحده تانية، ودي بقى اسمها رينيت. هو بيبقى واضح عليهم انهم يعرفوا بعض، بس ريك بيبقى متوتر ليسقط في الاختبار. بيروح لاول اختبار واللي بيبقى اختبار الهيئه، وده بيقيسوا فيها طوله ووزنه وحاجات من دي. وبيطلع بعد كده لاختبار السحر، واللي بيكون في بلوره بتقيس مستوى السحر بتاع كل شخص، ومطلوب من كل مغامر يحط ايده عليها عشان دي اللي هتحدد مستواه. وبالفعل بيحط المغامرين ايديهم وبيطلع لكل واحد نتيجته. بيجي الدور على صاحبنا ريك، بيحط ايده بالفعل لكن مفيش اي حاجه. بيطلع وهو زعلان والمغامرين بيقعدوا يتريقوا عليه، بس فجاه بنلاقي البلوره اتكسرت 100 حته. بيروح بعد كده لاختبار القوه، وبيبقى قدامهم كيس سحر بيقدر يمتص الصدمات، وبيكون مطلوب منهم يضربوا الكيس ده بكل قوتهم عشان يقدروا يقيسوا قوتهم السحريه. وبالفعل بيبدا المغامرين في ضرب الكيس ده، بس فجاه بيدخل عيل صغير واللي بيقدم لهم شو قبل ما يبدا في الاختبار. بيفعل كل قوته السحريه وبيطلق اقوى هجمه عنده، بس بتبقى ضعيفه جدا. لو ولعت سجاره هتبقى اقوى من هجمته. بيفتكر ريك البنت اللي كانت بتدربه واللي اطلقت نفس التعويذه بس كانت هتقتله فيها. بيجي الدور على صاحبنا ريك، بيبقى لسه يستعد عشان يضرب الكيس، بس الحكم بيوقفه. بيقول له انت الشخص اللي بدأ المغامره وهو عنده 30 سنه، مش كده ولا ايه؟ فبيقول له ريك ايوه. بيقول له الحكم لو ما اتدربتش وانت صغير فما تنتظرش انك تبقى مغامر وانت كبير. ده حتى انا سمعت ان نتيجتك في اختبار السحر كانت زي الطين، عشان كده انا بنصحك تستسلم وتاخد نفسك وتروح بكرامتك. لكن صاحبنا ريك عمال يفتكر التدريبات اللي الزعيم دربها له، وانه كان بيخليه يضرب 50,000 ضربه في اليوم الواحد. بيجمع كل قوته وهوب بيضربها بوكس بيفتتها 100 حته. ايه العظمه دي! بيروح بعد كده لساحه التدريب، وبيبقى مطلوب منه يستخدم سحر الدفاع بتاعه. بيفعل عليه الشخص ده تعويذه جباره وهوب بيهجم عليه بيها وبيفجر المكان، لدرجه ان فارس من الرتبه الف بيسمع الانفجار من على حدود المدينه. فبيروح عشان يشوف ايه اللي حصل، بس بيلاقي ان الشخص اللي كان بيهجم على ريك فاقد وعيه. وبيروح بعد كده للاختبار النهائي، وبتعرفهم المعلمه ان في 6 درجات للمغامر، اقلهم هي الرتبه اف، ودي يا دوبك بتجمع الاعشاب والموارد. وفي كمان 4 درجات في النص، وهم الرتبه اي ودي وسي وبي. واعلى حاجه في النقابه هي الرتبه الف، ودي تقدر تطلع اي مهمه وتخلص على الوحوش. بيطلع من الاختبار وبيروح يقعد مع رينيت، وبيبقى قلقان انه يسقط وما يقدرش يبقى مغامر، بس هي بتطمنه وبتقول له تعب السنتين مش هيروح على الفاضي. لكن في اللحظه دي بيدخل الواد الصغير، وده بقى يبقى الابن الاصغر لعائله ديار موت، وبيكون جايب اخته عشان تجيب له حقه من ريك، ودي بقى اسمها انجلينا. وبيقول لها اخوها ان الراجل العجوز ده غطى عليه في الاختبارات. بيتعصب ريك وبيقول له انا لسه في عز شبابي وعندي 30 سنه. بيتعصبوا انجلينا اكتر وبتقول له لا انت عجوز وانا هثبت لك كده، وبتحدف له القفاز بتاعها وبتقول له تعالى بارزني وانا هعرفك انها راحت عليك. بينزل يجيب لها القفاز وبيقول لها انت وسختيه على الفاضي، انا مش هقبل القتال ده. وقبل ما يكمل كلامه بتقول له رينيت انت قابلت بالفعل لما نزلت تجيب القفاز. بيروحوا لساحه المعركه وبيستعدوا للقتال، وبتقول له ان اللي هيخسر هيشتغل خادم عند الفايز لمدى الحياه. وبيعرف انها فارسه من الرتبه بي، ودي تعادل مغامر من الرتبه الف. يا حلاوه! بيبقى الواد يا عيني مرعوب وخايف لا هي تخلص عليه. بتقول له رينيت افتكر التدريبات اللي اتدربتها السنتين اللي فاتوا، لحد ما فايلك الاوريكا وده اقوى فايلك في المملكه بيعتبرك عضو من اعضائه. بيتشجع عليك على طول وبيقول لها خلص الحوار ده وارجع لك. بتقول له انجلينا يلا عشان اعرفك مستواك. بتبدا الهجوم وبتعزز قوتها وبتهجم عليه، لكن مفيش اي حاجه حصلت. بتقول له انا كنت بهزر معاك بس المره دي انا هخلص عليك. بتفعل اقصى قوه عندها، بس ريك بيبقى شايفها بطيئه جدا وبيقدر يتفادى هجمتها. بتروح للمره الثالثه بس المره دي بتتزحلق على الارض وبتفضل تتقلب في الهواء، وبتكون هتصيبه لكن برضه بيتفادى الهجمه. وبيبقى فاكر انها عملتها بقصد، وهي ما بترضاش تبين له انها اتزحلقت، وبتبقى ما عادتش قادره تقف على رجليها، وده لانها ما بتعرفش تستخدم قوتها دي غير 3 مرات ورا بعض. بتفعل اقوى حاجه عندها وبتزود سرعتها 3 اضعاف المرتين اللي فاتوا، بس برضه مفيش فايده. بتيجي على نفسها وبتهجم كمان مره بس بتقع على الارض، فبيحاول يتفادى الهجمه وبيضربها لكنها بتفلت وبيضرب الارض يخرمها. تخيل بقى لو كانت الضربه دي جت
جت فيها. بتساله انت تبقى مين؟ فبيقول لها انا شخص من الرتبه اف ولسه بقدم على مغامر من الرتبه ايه. بتقول له انت اكيد بتكذب، دي مش قوه واحد في الرتبه اف. بيقول لها تمام تعالي بقى نكمل القتال، وبيبقى رايح عشان يخلص عليها بس هي بتستسلم وبتقول له المره دي هخليك تفوز بمزاجي، وبتسيبه وبتمشي. بيقول لها خلصانه بس انت لازم تشتغلي خدامه عندي زي ما اتفقنا. بتتعصب اكتر وبتسيبه وبتطلع تجري، وبتقول له رينيت ان اكيد فايلك الاوريكا هيبقى فرحان بيه لما يعرف انه فاز وهيعمل له حفله اول ما يوصل. وبنعرف انهم في طريقهم للمدينه، وفي اليوم التاني بنلاقي ريك قاعد في الفصل ومستني نتيجه الاختبار، ودي هيعرفوها من خلال البطاقات السحريه اللي معاهم. وبيبقى قلقان جدا لا يسقط، بس رينيت بتطمنه وبتقول له ما تقلقش هتنجح ان شاء الله يعني، عشان لو سقطت هنضاعف تدريبك 3 مرات. بتظهر النتيجه وبيبقى بالفعل نجح. بيطلعوا بره الفصل وبيكون في ريحه وحشه، ودي بقى تبقى ريحه الشخص ده. بيروح يضايق في رينيت، وده بقى يبقى الابن الاكبر لعائله ديار موت، وبيعرض عليها انه يتجوزها. بس ريك بيتدخل في اللحظه دي وبيقول له ايدك عشان دي تخصني. بيقول له انت مالك، وبيعرف انه بيقدم في الرتبه ايه عشان يبقى مغامر. بيقول له يلا يا جدي روح امتحانك على ما اجي امتحنك. بيقول له تمتحن مين؟ فبيقول له هو ما حدش قال لك ان راستر ديار موت صاحب الرتبه الف هو اللي هيمتحنك ويخلص عليك كمان في الامتحان ولا ايه؟ يلا بقى روح جهز نفسك على ما اخرج مع الحلوه دي نتعشى واجيلك. بس رينيت بتقول له انا مش هاجي معاك، وبعدين بغير الريحه دي عشان جيوبي الانفيه ما عادتش مستحمله. بيتعصب راستر من كلامها وبيقول لريك لو قابلتني في الامتحان هخلص عليك، وبيسيبه وبيمشي. بيروح بعد كده للبيت وبيجي اخواته وبيقولوا له على اللي ريك عمله فيهم، فبيوعدهم انه هيخلص عليه. وتاني يوم بيبقى ريك قلقان عشان هيقابل راستر، لكن في شخص بيوقفه وبيعرفه ان هو اللي هيمتحنه، وبيشكره عشان لقى حد كبير في العمر بيقدم في النقابه، وده اداله امل انه يكمل مغامراته ويعلي رتبته للرتبه الف. وبيسيبه بعد كده وبيمشي، وهو نازل على السلم بيقابل راستر وبيقول له عايزك في موضوع على جنب. وبنعرف بعد كده انه اعتذر عن الاختبار عشان تعب فجاه، وان اللي هيمتحنهم هو راستر. وبيقلق كل المغامرين اللي هيمتحنوا عشان ما فيش حد امتحن تحت ايده وطلع سليم، ولقبه هو ساحق الرتبه اف. بيطلع ريك من عندهم وبيبقى مش عارف يعمل ايه عشان هو اكيد حاطه في دماغه ومش شايف حد غيره. بتقول له رينيت بس انا واثقه فيك ومتاكده انك هتقدر تهزمه. بيتشجع ريك وبيقول لها هعمل ده كله عشانك. لكن فجاه بيدخل شخص متنكر وبيقول له انا ممكن اعرف حظك في الاختبار ده، وبيقول له اقعد على الكرسي. واول ما صاحبنا بيقعد بيختفي على طول، وبيبقى ده الواد الصغير واستخدم عليه سحر التنقل. بتمسكه رينيت وبتساله عن مكانه بس هو بيرفض انه يقول لها. بتستخدم قوتها وبتطير له رموش عينه، وبتقول له لو ما قلتليش على مكانه هخلص عليك. بيعرفها انه نقل ورا القلعه اللي هم فيها، وبيوصل بعد كده عده اشخاص وبيكون راستر اللي بعتهم عشان يخلصوا عليه، وبيكونوا كلهم من الرتبه الف، وبيروحوا بالفعل عشان يخلصوا عليه. لكن في الوقت ده بيوصل اعضاء فيلق الاوريكا بيسالوه هو هنا بيعمل ايه، فبيقول لهم مفيش حاجه كنت بهزر شويه مع صحابي مش كده ولا ايه؟ بس في واحد بيقول له مفيش الكلام ده وبيروح عشان يهجم على الزعيم، لكن السيف بتاعه بيتكسر. بيروح بعد كده عشان يهجم عليه فبيمسك ايده وبيكسرها له، وبيستخدم سحر الشفاء بتاعه وبيرجعها له مره تانية. وبيستخدم الواد ده المسدس بتاعه اللي بيبقى لسه مطوره وبيخلص على نصهم، بس في واحد في الوقت ده بيثبت البنت الصغيره وبيهددهم انه هيخلص عليها، لكن هي بتستخدم سحرها وبتخلص عليهم كلهم. وبيعرف رئيسهم ان دول مش مجموعه عاديه، وان البنت الصغيره دي اسمها ايليت، ودي لقبها طفله الدمار الشيطاني، وبتقدر تستخدم اقوى تعويذات السحر. والاورك ده بقى اسمه بروستون، وده اقوى اورك موجود على سطح الكره الارضيه، وكلهم اصحاب الرتبه اس. بيرمي رئيسهم سيفه وبيعتذر منهم، لكن مفيش فايده وبتستعمل ايليت سحرها وبتخلص عليهم. بيرجع ريك عشان يدخل الاختبار، وبيلاقي الشخص اللي كان هيمتحنه داخل عليهم وبيكون عظمه متكسر، وبيعرف ان راستر هو اللي عمل كده. بيتعصب ريك وبيقول له ما تقلقش انا هجيب لك حقك. وبيكون راستر في الوقت ده ماسك كل اللي بيمتحنوا مكسر عظمهم، وبيبقى في واحد بيراقب الاختبار ده من بعيد، وبيكون عنده مهاره رؤيه القدرات الاربعه الاساسيه في الشخص، وبيقدر يقيم الناس من القدرات دي. بس عينه بتوجعه لما بيقيم شخص قوي زياده عن اللزوم، واول ما بيقيم ريك بيفضل يصرخ من عينه اللي بتتحرق. بيدخل ريك لساحه التدريب، وبتيجي لسه هي كمان عشان تتفرج عليه. بيقول له راستر ما كنتش متخيل انك هتقدر تفلت من الحراس، بس في النهايه دول اشخاص ما لهمش لازمه، اوعى تفتكر انك ممكن تقدر تهزمني زيهم. وبيبدا الهجوم عليه على طول، بيستخدم سحره وبيهجم عليه وبيكون عايز يخوفه مش اكتر. بس ريك بيحاول يمسك نفسه وبيفتكر كلام رينيت، وهي بتقول ان اول كام دقيقه من المعركه حاول تسيطر على نفسك وتراقب خصمك. بيهجم راستر عليه مره تانية بس بيقدر انه يصد الهجمه، وبتكون لسه خايفه عليه، فبيعرفها بروس ان دي هجمه ضعيفه ويقدر ريك يصدها بمنتهى السهوله. بيقول لها سمعتي عن حاجه اسمها القدرات الاربعه قبل كده؟ فبتقول له ايوه، دول اللي بيحددوا قوه المغامر. بيقول لها معاكي حق، ومن ضمن القدرات دي الطاقه السحريه، ولازم الشخص يطورها من وهو صغير عشان بعد كده مش هيقدر انه يطورها. واحنا عارفين ان ريك بدأ وهو عنده 30 سنه، عشان كده علمه بروس استخدام قوته الجسديه. واول اختبار
الحوار خلاه يجري من المدينه اللي هم فيها للمدينه التانيه، وربط في رجله كورتين وزنهم 200 كيلو عشان بس يعوض النقص اللي في طاقته السحريه، وكمان علمه ميزه التحكم في السحر، وإيليت بقى علمته ازاي يستخدمه، ورينيت علمته التحكم في قوته الجسديه، لحد ما ريك وصل لرتبه اس وبقى زينا بالظبط. في الوقت ده بيبقى راستر ماسكه وعمال يطلق عليه تعويذات من كل حته، وصاحبنا ما بيعملش حاجه غير انه بيراقب تحركاته وبيقدر يصد كل هجماته. بيتعصب راستر اكتر وبيروح يهجم عليه، لكن ريك بيصد الهجمه بكل سهوله وبيزقه لورا وبيبعده عنه، وبيكون قدر انه يحلل تحركاته، وبيعرف ان عنده كميه كبيره من الطاقه السحريه، بس دي بيكون اتولد بيها وعشان كده اهملها ونسى انه يطورها. بيتعصب راستر اكتر وبيهجم بكل قوته وبيطلق عليه تعويذه اللهب، بس برضه ريك بيقدر انه يصدها. بيروح راستر بعد كده عشان يهجم عليه، وهنا بيقابله ريك بقبضته وبيفعل راستر الدرع الحديدي وبيصد الهجمه، وبيقول له واضح انك اقوى من الرتبه اف، عشان كده هضطر اني استعمل قوتي كلها معاك. بيقول له ريك هو انت مسمي دي قوه؟ ده انا ما استخدمتش 1% من طاقتي السحريه وقدرت اصد كل هجماتك. بيقول له انت بقيت قوي كده ازاي في سنتين بس؟ بيقول له انت اللي بتسالني كده، انا مت مليون مره. بيقول له حتى لو اللي انت بتقوله حقيقي، ايه اللي يخليك تعمل كده؟ بيقول له ريك عشان احقق حلمي واهزم اقوى وحش موجود في العالم وهو كايزر. بيضحك راستر على كلامه وبيقول له تمام، هعمل نفسي مصدق انك هتقدر تهزمه، بس يلا بقى عشان انا زهقت. وبيستخدم قوته وبيطلع حبال سحريه من الارض وبيقدر يكتف بيها ريك، وبيفعل اقوى تعويذه سحريه يقدر اي بشر يستعملها، وبيعمل جسم وحش عملاق، بس ريك ولا بيهمه وبيفعل قوته. بيقول له راستر انت فاكر انك ممكن تهزمني بقوتك دي؟ ده انا لقبي ساحق الرتبه اف. بيساله ريك هو استعمل القوه دي كم مره؟ بيقول له راستر مش فاكر، بس مش اقل من 10 مرات. بيقول له ريك انا استخدمت السحر ده 100 مليون مره. بيقول له راستر تمام يلا بقى نجرب، وبيهجم عليه على طول وبيصد ريك الهجمه بايده، وفجاه بيتكسر الجسم بتاعه كله وبيخلص القتال بتاعنا، وبيقدر ريك يخلص القتال. اللي بعده يا هنايا ساعده. بيطلع بعد كده وبيبقى اصحابه فرحانين عشان هو قدر يفوز في الاختبار ده، وبيشكرهم على كل اللي عملوه معاه. وبيجي كمان راستر بعد ما ربط جروحه وبيقول له ريك انا هقول لك على نصيحه واحده، لما يكون عندك قوه افضل وراها لحد ما تطورها وتحس انك ما عدتش قادر تعمل اكتر من كده، وقتها بقى تعالى بارزني يالا. بيتعصب راستر وبيقول له في الاختبار اللي جاي انا اللي همتحنك وهنشوف وقتها مين اللي هيفوز، وبيسيبه وبيمشي. بيعدي الوقت وبتعلن المدرسه عن اسماء الناجحين، وفي الوقت ده بيفتكر ريك ذكرياته في الماضي لما قرأ عن الوحش كايزر، وقرر في الوقت ده انه يبقى مغامر ويهزمه، لكن ابوه وامه بيرفضوا الفكره دي وبيعرفوا انه ما عندوش اي حاجه تاهله لكده. وبالفعل بيعدي الوقت وبيروح ريك للمدرسه وبيعرفوا الطبيب ان عنده قوه نادره مش موجوده عند حد تاني، وبيفرح من كلام الطبيب، وبيقرر في الوقت ده انه يبقى مغامر، وبيقول لاصحابه على المهاره اللي عنده، وكل يوم بيفضلوا يسالوه اذا ظهرت ولا لسه، لكن مفيش اي حاجه بتحصل والقوه دي ما بتظهرش عنده. بيفضل كل يوم يحاول بس مفيش فايده برضه. بيكبر صاحبنا وبيدخل الجامعه وبتبقى القوه دي برضه لسه ما ظهرتش. بيتخرج من الجامعه وبيروح عشان يقدم في النقابه كموظف استقبال، وبيفضل كل يوم يعيد نفس اليوم اللي قبله، يدي المهمات للمغامرين ويروح يتدرب على قوته اللي ما بتظهرش دي. وفي يوم من الايام وهو شغال في النقابه بيعرف إليسا ان في وحوش ظهرت في الغابات اللي حواليهم، ودي وحوش من الرتبه دي. وبيدخل واحد من المغامرين واللي بيبقى اسمه زيد وبيكون اترقى للرتبه بي. بيهنئوا ريك على الترقيه دي، وبيطلع بره وبيبقى زعلان عشان بقاله 14 سنه شغال موظف استقبال في النقابه، ولو كان بقى مغامر من الوقت ده كان زمانه من الرتبه الف. لكن فجاه هو قاعد بيفكر بيسمع صوت جاي من بعيد، وبتكون الوحوش بالفعل هجمت على المدينه، وبيلاقي في الوقت ده رينيت وبتكون جايه من السوق. بيحاول انه يحميها بس هي بتقول له ابعد عن طريقي، وبتهجم على الوحش وبتقطعه 100 حته. ما بيصدق صاحبنا انه لقى لحمه وبيفضل يتكلم معاها، وبيسالها عن اسمها وقاعده فين، فبتعرفه ان اسمها رينيت. فبيسالها عن الرتبه اللي خلتها تقاتل بالبراعه دي، فبتعرفه انها من الرتبه اس. فبيسالها اذا كان ممكن يبقى مغامر هو في السن ده عشان ده حلم طفولته. فبتعرفه ان القوه السحريه ما ينفعش تطورها غير وانت صغير، وبما انه عدى ال 20 فمش هيقدر يطورها، وكده عمره ما هيبقى مغامر. بيبقى ريك واقف ومش عارف يقول ايه، وبيعرض عليها انهم يتعشوا سوا، فبتوافق رينيت على طول. بيروح تاني يوم للنقابه وبيكون في منتهى السعاده لانه اخيرا لقى واحده تعبره، وبيخلص شغله وبيروح بالليل عشان يتعشى معاها. لكن وهو في الطريق بيلاقي وحوش بتهجم على المدينه، وبتكون رينيت ماسكاهم كلهم مكسره عظمهم. بيوصل ريك في الوقت ده وبيلاقوا مجموعه تانيه من الوحوش جايه تهجم عليهم، فبتقول له رينيت سيب لي انا الموضوع ده، وبتطلع خناجرها وبتبدا الهجوم على طول وبتخلص عليهم كلهم. بس فجاه بتقع على الارض وبتكون حست بقوه سحريه غريبه، وبيكون في وحش هيخلص عليهم، بس زيد بيلحقهم وبيخلص عليه. وبيوصل باقي المغامرين
للمنطقه وبيخلصوا على الوحوش، بس رينيت بتعرفوا انهم لازم يبعدوا عن المكان عشان في تنين قريب منهم، فبتعرفوا انها كل مره بتقرب من سحر التنين بتفقد السيطره على سحرها. وقبل ما تخلص كلامها بيلاقوا تنين كبير طاير فوقهم وبينزل على الارض، بيهجم عليه واحد بسحره لكن ده ما بيأثرش فيه، لكنه بيستخدم قوته وبيعمل عليهم جدار عشان ما يعرفوش يهربوا، وبيستعدوا كلهم للموت. في الوقت ده بيتشجع ريك وبيروح عشان يهجم عليه، وبيقرر باقي المغامرين انهم يساعدوه، لكن ده ما بيأثرش فيه وبيهجم عليهم بعد كده بأنفاسه الناريه وبيوقعهم كلهم على الارض. بيخرج ريك في الوقت ده من تحت الانقاض وبيروح عشان يهجم على التنين، بس التنين بيدوس عليه برجله. لكن انت فاكر انه هيموت يا صديقي؟ قول كده معايا. لا والله، بيسمع صوت جاي من جواه وبيقول له تم تفعيل طاقتك السحريه، انت الان مستعد للهجوم. وبتظهر عليه هاله غريبه، بيهجم عليه التنين في الوقت ده بانفاسه، بس ده ريك يا صديقي بيصد الهجمه بتاعته بكل سهوله وبيعكس سحر التنين وبيخلص عليه في لمح البصر. بيبقى الكل واقف مصدوم من قوته وبيقع بعد كده على الارض. بيصحى من الغيبوبه اللي كان فيها وبيكون اتنقل للمستشفى وبيكون اغمى عليه لمده اسبوع، وده عشان دوائر جسمه السحريه كلها اتكسرت. وبتدعو رينيت بعد كده عشان ينضم لفريقهم وهو فايلق الاوريكا. نرجع بقى للواقع وبيكون بالفعل نجح في الاختبار ودلوقتي اصبح واحد من المغامرين. بيروح بعد كده يزور لينكس ويطمن عليه، وده بقى الشخص اللي راستر ضربه يا صديقي، خليك صاحي كده معايا. وبيطلب منه لينكس في الوقت ده انه يزورهم في المقر بتاعهم عشان عايز يتعرف على بقيه اعضاء فايلق الاوريكا. اول ما بيوصل بيتفاجئ من شكل القلعه واللي بتبقى اكبر من قلعه ملك الشياطين نفسه. بيوصل لهناك وبيخبط على الباب وبيفتح له ريك وبياخده في جوله في المكان. بيدخل لجوه وبيترحب بيه رينيت، وكمان البنت الصغيره بترحب بيه بس بطريقتها الخاصه وبتستخدم سحرها وبتهجم عليه. بيصد ريك الهجمه وبيدمروا الجدار، وبتعرفها رينيت ان تكلفه تصليحه هتتخصم من وجباتها، فبتقول لها حرام عليكم يا كفره، انا بقالي 3 سنين في نفس الوزن. وبياخده بعد كده ريك وبيقول له البيت بيتك اتعامل بقى. بيطلع وبيبص من الشباك وبيلاقي ميز عمال يصنع في الاسلحه بتاعته. بينزل له تحت وبيطلب منه انه يجرب السلاح، وبالفعل بيجربه وبيتصدم من قوته. بيطلع بعد كده وبيتمشى في القصر وبيلاقي بروس بيقرا في الكتب. بيستغرب ان في اورك مثقف وبيساله اذا كان قرأ الكتب دي كلها، فبيقول له المفروض ان انا كنت خلصتها بس تدريب ريك هو اللي اخرني. فبيطلب منه انه يدربه زي ما درب ريك، وبالفعل ما بيصدق بروس وبياخده على طول على الغابه وبيربط كرات حديديه في رجله وبيعمل فيه نفس اللي عمله في ريك. وبيقع من فوق الجبل وبيكون خلاص بينطق الشهاده، لكنه بيقع على وحش ضخم وبتكون رينيت اللي مصطدعه عشان تطبخه في العشاء. بينزل بعد كده وبيشكرها انها انقذت حياته، وبتساله اذا كان بروس هو اللي عمل فيه كده، فبيعرفها ان هو ربط الكرات دي في رجله وزقه من فوق الجبل وان لولاها كان زمانه ميت. فبتقول له عادي بروس موت ريك اكتر من 200 مره. وبيوصل بروس في الوقت ده وبياخده عشان يكمل تدريبه، وفي اخر اليوم بيحمد ربنا انه فضل عايش. بيروحوا بعد كده يتعشوا، وبعد ما بيخلصوا عشاء بيقول له بروس بما انك شغال في مركز التدريب فكنت عايز اسالك سؤال، انت سمعت عن حاجه قبل كده اسمها الاحجار السحريه او المعروفه بالجواهر السته؟ فبيقول له دي حاجه مش موجوده غير في الاساطير. فبيقول له ان الاحجار دي موجود فيها قوه سحريه غريبه، بمجرد ما يتم دمجها هتتفتح بوابه للعالم اللي موجود فيه كايزر، ووقتها هيقدروا انهم يخلصوا عليه. فبيقول لهم انا معرفش حاجه دلوقتي بس هدور على معلومات وابلغكم بيها. وتاني يوم بيتجه اصحابنا للنقابه، وبتبقى في بنت عماله تنظف ومش عاجبها حالها وبتكون عايزه تنضم لنقابه المغامرين. وبيطلب بروس في الوقت ده من موظف الاستقبال انه يوافق لهم على المهمه، وبيكون رافض عشان العدد ناقص. فبيروح بعد كده على البنت وبيقول لها انت طول عمرك عايزه تنضم للنقابه، ايه رايك تروحي معاهم؟ فبتوافق على طول انها تنضم لهم، ودي بقى اسمها لوكا. بالفعل بينطلقوا في المهمه وبيكونوا رايحين يدوروا على اول حجر سحري، وفجاه بيلاقوا ضوء ممتد للسماء، فبيقرروا انهم هيروحوا لهناك. بيوصلوا بالفعل وبيكون في تنين بيتناول فريسته. البنت اول ما بتشوفه بتترعب وبتستخبى ورا الشجره، بس بروس بيعرفها ان ده بالنسبه له سحريه كبيره مش اكتر، وبيخلص عليه في ضربه واحده. بتروح له البنت وبتقول له انت عارف خطوره اللي انت عملته ده، كل التنانين اللي موجودين دلوقتي هيهجموا علينا. فبيقول بروس في الوقت ده الريك انه ياخدها ويطلع بره الغابه عشان هي عامله لهم ازعاج على الفاضي. بيطلعوا بالفعل وبيلاقوا التنانين بتترمى عليهم من كل مكان، وبيكون بروس وإيليت ماسكين التنانين مكسرين عظمهم. وفي الوقت ده بيهجم تنين احمر على ريك، فبيبقى عايز يجرب قوته وبيروح عشان يهجم عليه، وبيقدر انه يفصل رقبته عن جسمه بضربه واحده. وبيخلصوا المهمه وبيودعوا لوكا، وبيكون كل اللي شاغل تفكيرها انها عايزه تبقى من الرتبه اس زيهم، وبتقول لمديرها انها هتستقيل وهتبدا تدريبها من النهارده، وبتسيبه بعد كده وبتمشي. نرجع بقى لاصحابنا واللي بيكونوا حصلوا على احد الاحجار السحريه، وبيطلب بروس في الوقت ده من ميزو انه يستخدم سحره ويحدد باقي اماكن الاحجار السته. وبالفعل بيعرفوا مكان واحد منهم واللي بتكون موجوده في مدينه الكسندر، واللي بتبقى مشهوره بالفنون القتاليه. ودي بقى كانت عباره عن ارض صحراويه من 400 سنه، وكانت عباره
عبارة عن مستوطنة، ولكن بعد كده زارها الملك الكسندر وعمل فيها ساحة للقتال عشان الناس تشاهد القتالات ويستمتعوا بيها، وكان هو كمان بيشارك في القتالات دي ودخل اكتر من 10,000 قتال ومحدش قدر يهزمه. وبعد كده بقى بيجي لها الناس من كل انحاء العالم عشان يشاهدوا القتالات دي، واتلقب بعد كده بلقب ملك القبضات، واتسمت المدينة كمان على اسمه. بيتجه اصحابنا فعلا للمكان وبيكونوا رايحين عشان يدوروا على الحجر السحري التاني، بيحاولوا يسألوا الناس عليه بس محدش بيقف لهم، واول ما اي حد بيشوفهم بيجري على طول. بس فجأة وهم ماشيين بيلاقوا واحد موقف بنت وبيضايقها، بيروح بروس وبيقول له عايز اسالك سؤال، بيقول له مش فاضيلك وامشي من هنا بدل ما اعملها معاك. بيقول له بروس تمام تعالى بقى عشان عايزك في حوار، والواد بيعترف في كل حاجه من اول قلم، وبيقول له اسمي جولد وانا من النهارده خدامك وامرني باي حاجه. والبنت كمان بتقول له ان اسمها ميشيليا. بيوري لهم الحجر السحري اللي لقوه وبيسالهم اذا كانوا شافوا زيه قبل كده، فبيقولوا له انهم شافوه اكتر من مره بس مش فاكرين فين. فبيقول لهم بروس ان ابسط التفاصيل هتساعدهم انهم يلاقوه. وفجاه بيلاقوا ناس كتير متجمعه وبتكون عشان مسابقه ملك القبضات. بتسالهم رينيت يعني ايه، فبيعرفوها ان الملاكمين بيتقاتلوا عشان يحددوا مين اللي هيفوز بلقب البطل، وده البطل اللي فاز بيها 5 مرات متتاليه وصاحب اللقب في الوقت الحالي كيرون وول. وبتشاور لهم ميشيليا على الحزام بتاعه واللي بيكون موجود فيه الحجر السحري التاني. يا حلاوه ده الكلام شكله هيحلاو. بيروح على مكان التدريب بتاعه وبيدخل له بعد كده اعضاء الفريق وبيعرفوا انهم مغامرين وبيدوروا على الاحجار السحريه، وبيطلب منه بروس انه يسلمهم الحزام عشان موجود فيه الحجر السحري الخاص بالفيلق بتاعهم، وكمكافاه يرجعوا له الحزام وفوق جوهره هديه. فبيقول لهم المدرب بتاعه انتوا اكيد حراميه وبينادي على الامن عشان يطردوهم، بس وولف بيقول له سيبهم، حاسه الشم عندي بتقول انهم ما بيكذبوش، بس مش معنى كده ان هسلمكم الحزام بكل سهوله عشان ده يعتبر فخر للمدينه ولو عايزينه يبقى لازم تاخدوه عن جداره. فبيقول له بروس تمام وبيسيبه وبيمشي، وبيسالوا المدرب هو ليه ما خلصت عليهم، فبيعرفوا انهم مش عاديين ولو كان فكر يعمل كده كان زمانهم في اعداد الموتى. اولهم البنت دي واللي كانت طريقه وقوفها مش عاديه، والراجل ده واللي بيبان عادي بس هو في الحقيقه غير كده خالص ودرب جسمه لدرجه عاليه. اما بقى الاورك فالواضح انه مقاتل متمرس. وفي الناحيه التانيه بيعرفهم بروس انهم هيشاركوا في المسابقه دي، ومش كده وبس ده كمان لازم يفوزوا وياخدوا الحزام. وبنعرف ان اللي بيدخل المسابقه دي لازم يعدي التصفيات التمهيديه، وبروس هيدخل التصفيات في الدور الشرقي وريك هيدخل تصفيات الدور الغربي، وبيجي جولد عشان يوصله بالعربيه كمان. بيدخل ريك للاختبارات وبيعرفوا الحكم ان خصمه فاز في كل القتالات اللي دخلها، وبتدخل في الوقت ده انجلينا. ايوه يا صديقي دي هتكون خصمه في الاختبار التمهيدي. بتقول له انت هنا بتعمل ايه، بيقول لها كنت لسه هسالك نفس السؤال، ما تقوليليش انك جايبه اخواتك معاكي هنا كمان. فبتعرفوا انها جايه لوحدها وبتبقى متوتره عشان هو هزم اخوها اللي من الرتبه الف. بتبدا المعركه وبتكون لسه هتهجم عليه بس بتلاقي نفسها وقعت على الارض. بتقوم ولسه هتهجم مره تانية بس برضه بتقع على الارض. بيقول لها ايه رايك في المهاره الجديده دي، انك توقع خصمك على الارض كل شويه ده بيكسر معنوياته. بترجع لورا عشان تهجم عليه بس برضه بتلاقي نفسها وقعت، وبيفضل يوقعها كل شويه لحد ما بتزهق وبتستسلم. وبكده يبقى ريك فاز في اول اختبار. بيطلع مع رينيت عشان يحتفلوا بالانتصار، لكن بتيجي انجلينا وبتوقفه وبتبقى متضايقه عشان هو هزمها ودمر معنوياتها. فبيقول لها تعالي اعزمك على العشاء وهنشوف الموضوع ده سوا هناك. بيروحوا للمطعم وبتكون ميشيليا هي اللي شغاله فيه. بتساله عن مكان الزعيم فبيعرفها انه في الدوري الشرقي، فبتقول له تمام وبتسيبه وبتمشي. بتساله انجلينا هو بقى ملاكم ليه، فبيعرفها انه عايز يفوز ببطوله ملك القبضات، وبيسالها عن سبب انضمامها، فبتقول له انها لازم تفوز بالبطوله دي مهما كلف الامر. فبيقول لها تمام هنشوف مين اللي هياخدها. بتقول له انت اصلا مش هتقدر تشارك في بطوله السنه دي. فبتعرفه انه لازم يفوز في 40 قتال تمهيدي عشان يقدر يشارك في البطوله. فبيقول لها الموضوع بسيط. بتقول له مش زي ما انت فاهم، القتالات دي بيظهر فيها الاشخاص كل قوتهم، واكتر حاجه انت تقدر تعملها انك تخلص 10 قتالات في الشهر وما عادش غير اسبوع واحد على البطوله، وانك تفوز في 40 قتال في اسبوع ده شيء مستحيل. فبيقول لها اسبوع ده كتير قوي، انا هخلص 10 نزالات في اليوم. وبالفعل بيروح تاني يوم وبيقدم في الاختبارات. بيبدا اول قتال وبيستخدم الواد ده حجر سحر عشان يقوي هجمته. بيخلع الجاكيت بتاعه وبيحدفه على ريك وبوم بيضربه في صدره. لكن انت فاكر ان ده هيأثر في صاحبنا؟ لا والله، بيتكسر عظم ايده. وبيقول له ريك ده دوري، وبيعدي ايده بس من جنب وشه وبيولد موجات بتخلي الواد يغمى عليه. جامد يا ابني والله. بيبقى الكل واقف مش فاهم ايه اللي بيحصل ولا فاهمين الواد اغمى عليه ليه، ومصدومين من قوه ريك. بتبدا المعركه التانيه واللي بتبقى بين انجلينا وشخص تاني، وبتهزمه من اول هجمه. وبعد ما بتخلص بيهنيها ريك على الفوز، وبتساله اذا كان لسه مصر يشارك في بطوله السنه دي. فبيقول لها ايوه. بتقول له بس زي ما انت عارف ان كل ساعه بتستضيف قتال واحد في اليوم، والمسافات بين الساحات دي بتاخد وقت كبير. بيقول لها ما تقلقيش
تعيش من الحوار ده، ولازم اسيبك دلوقتي عشان عندي قتال كمان 10 دقايق. بتقول له بس الساحه دي على بعد 30 كيلو، والعربيه اللي هتوديك على الاقل هتريح مرتين في السكه. بيقول لها مين اللي جاب سيره العربيه؟ انا هروح جري. بتسالها رينيت اذا كانت عايزه تشوف المباراه دي. بتقول لها ايوه بس هنروح ازاي؟ بتقول لها سيب الموضوع ده عليا، وبتشيلها وبتنط من فوق البيوت. ولما بيوصلوا بيكون ريك هزم خصمه وبيسيبهم وبيمشي يروح للساحه التانيه، وبيفضل يعمل كده لغايه ما بيخلص ال 40 قتال بالفعل. وبتبقى انجلينا مش مصدقه اللي هو عمله وانه قدر يخلصهم في اقل من 4 ايام. بتسالها رينيت هي عايزه تفوز ليه، فبتعرفها ان دي مشكله شخصيه. بس فجاه بيدخل صاحب المطعم وبيطلب منهم انهم يساعدوه في المحل، وده لان العماله في المحل قلت. في الناحيه التانيه بيبقى ريك خلص مبارياته وبيروح عشان ياكل، بس في واحد بيوقفه وهو داخل واللي بيبقى اسمه سناب، وده رئيس الاداره للدوري الغربي واللي هيشارك فيه ريك. بيساله هو عرفه ازاي، فبيقول له اكيد هعرف اسرع متاهل في تاريخ التصفيات. وبيجي شخص بعد كده وبيعرفه ان انجلينا مختفيه. بيساله ريك اذا كان يعرفها، فبيعرفه ان في تواصل في التجاره بين العيلتين. بيقول له بس ايه يا عم القوه دي، ده انت كنت هتكسر دراعي. فبيعرفه انه كان ملاكم من 20 سنه بس تقاعد لظروف خاصه، ومن وقتها وشركته بتبقى الراعيه الرسميه للمباريات. وبيقول له لو قابلت انجلينا بسلم لي عليها وخليها تاخد بالها من نفسها. وبيسيبه بعد كده وبيمشي. بيدخل المطعم وبتساله ميشيليا اذا كان وقف مع سناب، فبيقول لها ايوه. فبتحذره منه لان في شائعات كتير بتقول انه لهم علاقه مع العالم السفلي، وكمان الراعي الرسمي للمسابقه السنه دي. وبالليل بيبقى قاعد وولف مع المدرب بتاعه، وبيبقى مبسوط من الاخبار عشان اخيرا هيلاقي منافس حقيقي. وبيفتكر الماضي بتاعه لما المدرب راح له اول مره وعرض عليه انه يبقى ملاكم، وبيبقى حاسس بنفس الشعور اللي حسه في الماضي والابتسامه ما بتفارقش وشه. وتاني يوم بيبقى اصحابنا قاعدين في المطعم، وبيقول ريك لانجلينا ان في واحد اسمه سناب سأل عليها، بس هي بتتوتر وبتنكر انها تعرف واحد بالاسم ده. بيعدي الوقت وبتبدا التصفيات على الربع النهائي، وبتكون اول معركه بين انجلينا وواحده تانية. بتبدا انجلينا الهجوم على طول، لكن البنت التانية واضح انها قويه وبتصد الهجمه، بس انجلينا بتفعل قوتها وبتخلص عليها في ضربه واحده. وبيجي الدور كمان على ريك، وبيفضلوا يتقاتلوا لغايه ما بيبقى فاضل مباراه واحده على الربع النهائي. بتدخل انجلينا وبتستعمل كل تقنياتها، لكن خصمها بيكون قوي وبيخلص عليها في ضربه واحده. بتستخدم عليها المعالجه سحر الشفاء، وبيبقى ريك واقف مستنيها بره وقلقان عليها، وبيسالها ايه اللي كان موترها لدرجه انها تخسر من خصم زي ده. بتبقى هي رافضه انها تتكلم في الاول، بس هو بيفضل يتحايل عليها لغايه ما بتقول له. وبيتعرفوا ان سناب ده بقى يبقى خطيبها، وده بعد ما حل شويه مشاكل واجهت عيلتهم. وكل ده بدا من ساعه ما ابوها مات، واضطروا انهم يمسكوا اداره الاراضي، لكن بسبب خبرتهم القليله اتراكمت عليهم الديون. واضطر جدهم انه يعمل صفقه مع سناب، وهو وعده انه هيسدد كل ديونهم، بس في المقابل هيخطب انجلينا. وما عادوش قادرين يلغوا الخطوبه دي، وبتعرفوا ان هو لسه ما سدش الديون. وهي دلوقتي بتدور على اي دليل يثبت انه معهوش فلوس، وعايزه تكسب المسابقه عشان البطل اللي هو جايبه ما يكسبهاش وما يقدرش يسدد ديونهم، فيلغوا الخطوبه على طول. لكن فجاه هم قاعدين بيتكلموا بيسمعوا صوت جاي من جنبهم. بيروحوا عشان يشوفوا فيه ايه، فبيلاقوا تنين احمر ماسك البنت دي، وكمان الواد اللي كانت انجلينا بتقاتله الصبح بيتخانقوا عليها. بيضرب الشخص ده التنين واللي بيبقى اسمه غيث، لكن هو ما بيسكتش وبيمسكه من رقبته وبيخبطه في الارض وبيخلص عليه من ضربه واحده. وبيمسك البنت وبيبقى عايز يخلص عليها، لكن انجلينا بتروح تقف له. بيتضايق وبيروح عشان يضربها، وهنا بيتدخل ريك وبيمسك ايده. وبيدخل سناب في الوقت ده كمان وبياخده معاه، وبعد كده بيعتذر لهم عن اللي اخوه الصغير عمله، وبيقول لهم انه مش عارف يسيطر عليه، وبيوعدهم انه هيغطي تكاليف الحاجات اللي باظت. وبيسيبهم وبيمشي. وبتقول له انجلينا انها بعد ما دورت في اصول شركه سناب اكتشفت ان معهوش المبلغ اللي يسد بيه ديونهم، وعشان كده سناب بقى الراعي الرسمي للبطوله، وناوي انه يكسبها من خلال اخوه الصغير، وهيستخدم مقعد الراعي عشان يزور النتيجه براحته. وعشان كده هي لازم تهزمه وتبوظ كل مخططاتهم. فبيعرض عليها ريك انه يدربها بس لازم تسمع كل كلامه. وبالفعل تاني يوم بياخدها المكان فاضي، وبيربط في ايديها ورجلها كرات حديد، وبيقول لها ما تستعمليش سحر التعزيز عشان ما تتاذيش. وبيطلع يجري هو ساحبها. بتقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها ان شخص اسرع منك يسحبك، فده بيعود جسمك انه يتحرك بسرعه اكبر. وبيفضلوا يجروا ل6 ساعات، وبعد ما بيخلصوا بتبقى مش قادره تتحرك، بتحمد ربنا انها فضلت عايشه. وبيعرفها ان رينيت هي اللي ضربته على الحركه دي، واول يوم له في التدريب فقد وعيه ومات 3 مرات. فبتقول له على كده انا اجمد منك وقدرت ان انا افضل عايشه. فبيقول لها لا، ده تدريب الجزء الصباحي، لسه بقى بعد الظهر وبعد العصر وبالليل كمان، ريحي كده وكمان ساعه هجيلك. بس هي بتهرب منه وبتروح تقعد في مطعم بعيد عن المدينه، وبتبقى فاكره انه مش هيقدر يوصل لها، لكن قبل ما تخلص اكلها بيكون قدر انه يوصل. بيدخل وبيقعد معاها، وبتساله اذا كان جاي عشان يعاقبها. فبيقول لها لا بالعكس، انا فاهم رغبتك في الهروب، انا مش قادر اتخيل عدد المرات اللي هربت فيها او الاف المرات اللي انا مت فيها، وحاولت استسلم اكتر من مره، بس الزعيم خيرني
بين الندم بعد الاستسلام والمعاناه اللي انا كنت فيها، واي واحده اقدر اتخطاها بكل سهوله، فاخترت المعاناه اللي كنت بعيشها وده اللي سهل عليا تدريب السنتين اللي فاتوا. فبتتشجع انجلينا وبتختار انها تعيش المعاناه اللي هي فيها دلوقتي، وبيروحوا عشان يكملوا التدريب، وبيقول لها انت فارسه، يعني استخدام السيف بيساعدك في القضاء على اعدائك. بتقول له ايوه بس المباريات دي ممنوع فيها استخدام الاسلحه. فبيقول لها انا عارف وعشان كده هعلمك تستخدمي ايدك كسيف. بتقول له ازاي؟ بيقول لها سيب الموضوع ده عليا، وانا كمان جايب لك معلمه خاصه، وبيكون جايب رينيت عشان تدربها. بيجي وقت المباراه النهائيه واللي هتتاهل بيها للربع النهائي، وبيبقى واضح ان حالتها اتغيرت وكمان بقى عندها قوه كبيره. بيبدا القتال وبتخلصوا من ضربه واحده، وبيبقى مفيش حد قادر انه يسيطر عليها. بيروحوا بعد كده للمطعم وبيوصل بقى اعضاء الفيلق وبيقعدوا ياكلوا، وبيبقى الزعيم اتاهل للربع النهائي، وبيسال انجلينا اذا كانت هتشارك، فبتعرفوا بالفعل انها مشاركه. وكمان ريك ورينيت علموها شويه من التقنيات، فبيعرفها ان التقنيات دي هتساعدها حتى لو الوقت كان صغير. بيعدي الوقت وبتبدا بطوله ملك القبضات، وبيوزع الحكم المتنافسين. وبتلاحظ انجلينا ان غيث متوزع في مكان مناسب بحيث ما يواجهش الزعيم او وولف الا في المباراه النهائيه، وبكده يبقوا بداوا يزوروا في المباريات قبل ما يلعبوا اصلا، وده هيزيد اعجاب المشاهدين بقوه غيث، ووقتها هيقدر سناب يراهن عليه في الوقت المناسب. بس انجلينا بيبقى لها راي تاني وبتبقى ناويه تخلص عليه. بيطلع اصحابنا بعد كده عشان يرتاحوا، وبيوقفهم وولف وبيهنهم انهم قدروا يوصلوا للربع النهائي بالسرعه دي، وبيوعدوا انهم هياخدوا الحزام ده مهما كان الثمن. بيفتكر وولف بدايته لما المدرب خده للحلبه وخلاه يواجه واحد من افضل 4 موجودين في المملكه، وكان مغرور في نفسه فاكر انه هيقدر يهزمه، بس النتيجه كانت عكس كده خالص، والشخص ده هزمه بكل سهوله. لكن ده ما وقفوش وخلاه يتدرب اكتر واكتر لحد ما بقى اقوى، ودخل بطوله ملك القبضات وقدر انه ياخدها 3 مرات على التوالي، وبيبقى ناوي ياخدها للمره الرابعه. لكن اكيد اصحابنا لهم راي تاني. بتبدا اول معركه في البطوله واللي بتبقى بين غيث وشخص تاني. بيبدا الشخص ده بالهجوم وبيفضل يضرب في غيث، بس ده ما بيأثرش فيه وبيخبطه لورا بيطيره. بيرجع الولد وبيفضل يضرب فيه مره تانيه، وده بيزهق غيث وبيضرب الارض بيطيره لورا وبيخبطه بديله وبيخلص عليه، وبيبقى كده فاز في اول مباراه. وبيبقى ريك وانجلينا قاعدين يحللوا طريقته في القتال، وبيدخلوا بعد كده المباريات وبيخلصوا على كل اللي بيقابلوهم، وبيبقى فاضل مباراه واحده للنص النهائي واللي بتبقى بين وولف وشخص تاني. بيبدا القتال وبيقدر وولف يقرا تحركات خصمه وبيضربه اول ضربه، وبيقعد اصحابنا زي ما هم بيحللوا طريقته في القتال وبيعرفوا انه قوي جدا ودرب حواس الشم عنده كمان وقدر يتنبأ بتحركات خصمه. لكن بعد كده بيقع على الارض، وبيعرف اصحابنا ان هو اللي سمح لخصمه انه يصيبه عشان يزود عاطفه الجمهور. بيروح الشخص يهجم عليه لكنه بيخلص عليه من ضربه واحده. بيعدي الوقت وبيبدا النص النهائي من البطوله، وبتبقى اول معركه بين انجلينا وغيث. بيروح سناب وبيطلب من ريك انه يقعد جنبه، وبيساله هو ليه ما شاهدش المباراه من مقاعد كبار الشخصيات، فبيعرفه انه مش عايز يشاهدها اصلا عشان دي هتكون بين اخوه الصغير وخطيبته، واي حد فيهم هيخسر هيزعل عشانه. في الوقت ده بتقابل انجلينا غيث وبيتعرفوا ان هي خصمه في المباراه اللي جايه، فبيقول لها ان سناب اخوه طلب منه انه ما يسيبهاش في وشها عشان حفله الزفاف، وبيسيبها وبيمشي. وبتبدا المعركه بينهم وبتبدا انجلينا في الهجوم عليه لكنها ما بتقدرش تصيبه، وبتهجم عليه مره تانية وبيقدر انه يصد هجمتها. بتفعل سحر التعزيز بتاعها وبتروح تهجم عليه. بيقول لها مهما عملتي مش هتقدري تصيبيني، لكن قبل ما يخلص كلامه بتقدر انجلينا انها تصيبه في بطنه وتقطع جلده. بيبقى الكل مصدوم عشان السيوف ما بتقدرش انها تقطع جلده، بس دي تعليم رينيت يا صديقي، واللي ضربتها انها تقطع الصخور. وبيبقى كل ده بسبب التدريب اللي ريك ورينيت دربوه لها. بيتعصب غيث وبيخبط الارض بايده وبيطلع تراب، وبيهجم عليها بديله لكنها بتقدر تصد الهجمه، وبتهجم عليه بتقنيه الخيط مره تانية، لكن ده بيعصبها اكتر وبيخبط الارض بيطلع تراب، وبيروح من وراها وبيهجم عليها وبيطيرها، وبيعتذر من سناب عشان مش هيقدر يقاوم اكتر من كده. بتروح انجلينا عشان تهجم عليه لكنه بيبقى حافظ تحركاتها وبيقدر كمان يسبقها في السرعه، وبيخبطها يوقعها على الارض. وبيعرفوا سناب ان غيث هو اللي خلاه يعتزل الملاكمه، وده بعد ما قابله بالصدفه وكان اخوه بالتبني، وواجهوا في مباراه وديه بس غيث قدر يهزمه وما كانش قادر يقف على رجليه مره تانية، وعشان كده هو رايم بكل ثروته عليه. بيبقى غيث في الوقت ده ماسك انجلينا مكسر عظمها ضربه يمين على ضربه شمال. البنت ما عادتش شايفه حاجه، بتبقى مش عايزه تستسلم وعايزه تقاوم، لكن هو ما بيسيبلهاش فرصه وبيشيلها من شعرها وبيرميها لورا يخبطها في الحيطه، وبيخرج انيابه وبيروح عشان يقتلها، لكن ريك بيحدف حذاءه وبيخليه يضيع هدفه، وبكده يبقى فاز في المباراه. بيروح له بقى بعد المباراه وبيحدف له الحذاء بتاعه وبيقول له انت مين عشان تخليني اضيع هدفي، وبيروح عشان يضربه، لكن ريك بيكون سريع جدا وبيقدر انه يعدي من جنبه من غير ما يلمحه، وبيقول له انا مش ههزمك هنا، انا هسيبك لبكره عشان اهزمك قدام كل الجماهير دي وارجع حق انجلينا. وبيدخل المباراه بتاعته بيخلص على خصمه من ضربه واحده، وبيروح عشان يطمن على انجلينا بعد كده. فبيتعرفوا المعالجه انها اتضررت بشكل كبير المره دي وهتاخد وقت كبير عشان ترجع زي ما كانت مره تانية. في الناحيه التانية
التاني بيخلص الزعيم على خصمه، وكمان وولف بيخلص على الخصم بتاعه، وبكده يبقى الاربعه تاهلوا للمباراه الاخيره. بيطلع ريكو بيبقى متعصب جدا وبيقعد يكسر في الصخور، وبيرجع مره تانيه وبيلاقي انجلينا تعافت وبتعتذر له عشان خيبه اماله، وكل التدريب اللي هو دربه لها راح على الفاضي. لكن هو بيعتذر لها عشان ما قدرش يحدد قوه غيث، وبيقول لها تراقب المباراه اللي جايه عشان هو هياخد حقها فيها. بيعدي الوقت وبيجي اليوم التاني، وبتبقى المباراه الاولى بين ريك وغيث، وبيقول له انا كنت عايز اعتذر لانجلينا على اللي انا عملته امبارح، وهو ان انا ما قدرتش اموتها واخلصها من حياتها البائسه. بيتعصب ريك جدا من الكلام، وبتبدا المباراه وبيروح يهجم عليه، ومن اول هجمه بيقدر يوقعه على الارض. بيتعصب غيث وبيروح يهجم عليه، لكنه بيصد الهجمه وبيضربه وبيخليه يطلع دم من بقه. بتقول انجلينا هو ازاي قدر يخترق جسم غيث الحديدي، فبيعرفها الزعيم ان هو ما استخدمش اي قوه من قوته، وان دي مجرد تقنيه للتحكم في الجسد، واستخدم من خلالها هجوم الاختراق، ودي ضربه ما بتصيبش الجزء الخارجي من الجسم بس بتكسر الاعضاء الداخليه كلها. بيتعصب غيث وبيفعل سحر التعزيز بتاعه، وبيقدر يصد هجماته، وبيحرك ديلي وبيوقع بيه ريك على الارض. بيروح ريك عشان يهجم عليه بعد كده، لكنه بيفعل الجسم الحديدي وبيزقه لورا، وبيروح من وراه يوقعه على الارض، وبيروح عشان يهجم عليه بالضربه النهائيه بتاعته. لكن كل ده ما بيأثرش في ريك، وبيقدر انه يصد الهجمه ويمتصها جوه جسمه، وبيبقى قيد القدره البدنيه عشان تتناسب مع مستويات انجلينا. وبيبقى في المباراه دي مش عايز يفوز بس، لا ده كمان عايز يوري انجلينا انها لو اتدربت تقدر توصل للمستوى ده. يعني باختصار المباراه دي من انجلينا وغيث بس كمباراه افتراضيه. بيتعصب غيث منه وبيفعل كل قدراته مره واحده، الجسم الحديدي والقبضه القويه والاقدام السريعه، وبيروح يهجم عليه. لكن ريك بيصد الهجمه دي وبيقدر يكسر كل دفاعاته، وبيقول له انت صحيح عبقري لكن ما زودتش مهارتك وقدرت انك تطورها، وفاكر ان انت الاقوى عشان انت بس ما قابلتش حد يقدر يهزمك، لكن في الحقيقه انت مجرد سحليه بالنسبه للناس اللي انا قابلتهم، وكانت قوتهم ضعف قوتك 1000 مره. بيتعصب غيث من كلامه وبيتحول لتنين، وبيهجم على ريك يخبطه في الحيطه. بيروح ريك عشان يهجم عليه، لكن الضربات كلها ما بتاثرش فيه، وبيقول له مش هتقدر تفوز عليا. فبيقول له انا قلت لك مره ان انا بقاتلك بالقوه الجسديه بتاعت انجلينا، وهي دلوقتي ما عندهاش فرصه انها تهزمك، بس هل ده معناه انها تستسلم؟ لا والله، عشان كده دربت نفسها حتى الموت، وده تدريبها بعد 9 شهور، وبيقدر يصيبه بهجمه. وبيقول له ده بقى بعد 12 شهر، وبيقدر يتحرك بسرعه كبيره جدا، وبيقدر يصيبه بهجمه في وشه وبيوقعه على الارض. وبيقول له ايه رايك بقى، تستسلم ولا نخلص الحوار ده بطريقتنا؟ بيتعصب غيث وبيخبط الارض وبيطير التراب، وبيروح عشان يهجم عليه، بس ريك بيستخدم التعويذه بتاعته وبيقدر انه يقسمه لنصين، وبيكون داخل الساحه على رجله وخارج على النقاله. وبتشكر انجلينا على اللي هو عمله عشانها، وبتوعده انها توصل لمستواها في يوم من الايام، وبتفسخ خطوبتها من سناب، وبكده تبقى حققت كل اللي نفسها فيه. بتيجي المعركه التانيه واللي بتبقى بين وولف والزعيم، وبيبدا الهجوم عليه على طول، وبيفضل يضرب فيه، لكن الزعيم بيطيره من ضربه واحده. وبيقول له وولف انا ما كنتش متوقع منك اقل من كده، وعارف انك هتبقى اقوى خصم قابلته في حياتي. بس فجاه بيخرج غيث وبتبقى دماء التنانين سيطرت عليه، وبيبدا تكسير في الحلبه كلها، وبيروح يهجم على وولف، لكن هو بيمسكه من ايده وبيخلص عليه من ضربه واحده، وبيتفاجئ الكل من قوته، وبيبقى في عدد كبير من المصابين. وبتتاجل المباراه لتاني يوم. بيروح اصحابنا للمطعم وبيبقوا مبسوطين ان المباراه اتاجلت، وبتسالهم انجلينا عن مكان ريك، فبتعرفها رينات انه راح يجري في الاقليم اللي جنبهم، وبتبقى المسافه 700 كيلو لهناك. بنروح له فعلا، واللي بيبقى عمال يجري وبيقف عشان بيسمع صوت جاي من جنبه، وبيسمع صوت انفجار كبير جاي من الجبل ده. بيروح عشان يشوف فيه ايه، وبيلاقي وولف بيتدرب، وبيقول له كويس انك هنا، تعالى بقى اما اتدرب عليك. وبيروح يهجم عليه وبيصد ريك كل هجماته، وبيهجم ريك عليه، وبيقدر هو كمان انه يتفادى الهجمه. وبيساله طالما قدرت تتفادى الهجمه بتاعتي، سبت الشخص اللي كان بيقاتلك يضربك ليه؟ فبيقول له بما ان قوتك عاليه فاكيد انت هتفهمني، انا اتولدت في حي فقير، وكان القتال هو الحاجه الوحيده اللي بدور عليها، لغايه ما وصلت لمرحله ان القتال ده ما عادش حاجه بالنسبه لي. وجه المدير بتاعي وخلاني اشترك في البطوله، وكنت كل مره بفوز فيها، والناس بدات تزهق وتتوقع نتيجه المباراه قبل ما تخشها. وبيفكر المدير وقتها انه يغيره ويجيب واحد تاني بداله عشان يزود من حماسه الجماهير. وفي الوقت ده بيسمع وولف كل كلامه، وبيروح المباراه اللي بعدها وبيخلي الخصم اللي قدامه يصيبه ويفوز كمان عليه. وفضل من يومها على الوضع ده، مره يفوز ومره يخسر، وعشان كده هو مش قادر يلاقي منافس حقيقي ويستمتع بالمباراه اللي هو فيها. فبيقول له ريك اما حياه الناس القويه طلعت صعبه بصراحه، بس مش هتفضل كتير بعد مباراه بكره، والزعيم هيعرفك مقامك. وبيسيبه وبيطلع يجري. بيجي اليوم التاني وبتبقى المباراه اللي احنا مستنيينها، وبتفعل انجلينا قوتها وبتعمل درع واقع حوالين الحلبه كلها، وبيبدا وولف بالهجوم على طول، ضربات من كل حته ومحدش بيكون شايف حاجه. وبروس بيقدر انه يصدها كلها، وبيقول له انت بنفس قوه امبارح، واللي انا سمعته غير كده خالص، انا
سمعت ان البطل ملاكم محترف، بس اللي قدامي بيقول غير كده. انت قاصد تقيد قوتك عشان ما تفضحش نفسك قدام الناس دي كلها، وكاحتراما ليك انا هرد عليك بنفس القوه اللي انت هتهاجم بيها، وهستخدم صمعين بس، ومش هتحرك من مكاني عشان ما تسببش انك تتفضح قدام الناس دي كلها. بيتعصب من كلامه وبيبدا الهجوم على طول، لكن بروس بيشيله وبيرميه على الارض وبيهجم عليه، لكنه بيقدر يتفادى الهجمه. وبيبقى وولف نفسه يجرب قوته كلها ويقتل شخص حقيقي، بس ده هيتسبب ان الجماهير هتعرف حقيقته وانه كان طول الوقت ده بيكذب عليهم. وهنا بيأمره المدرب انه يستخدم قوته كلها عشان يحقق له حلمه، وهو انه يدرب اقوى ملاكم في التاريخ، وراهن بحياته كلها على الحلم ده. فبيتشجع وولف وبيقرر انه هيستخدم قوته كلها، وبيبدأ الهجوم على الزعيم، وبيبقى في مستوى تاني لدرجة ان بروس بيستعمل ايده كلها عشان يصد هجماته، وبيشيله بعد كده يرميه بعيد، لكنه بيستعمل الجسم الحديدي وبيقدر يتفادى الاصطدام. وبيبقى الناس مش مصدقين المستوى اللي هو فيه دلوقتي، وانه كان بيخدعهم طول الوقت ده، لكن بيقول في نفسه انه مش هيرجع في قراره، وبيستخدم سحره وبيهجم بيه على الزعيم، بس بيقدر انه يصد الهجمه. بيروح وولف بعد كده عشان يهجم عليه، فبيشيله ويرميه لورا. وهنا بتكون خطه وولف، وبيستخدم سحر التعزيز بتاعه، وبيكون على وشك انه يدمر المكان كله. وريك بيكون مرعوب من اللي بيحصل، عشان كده هيضطر بروس يهجم بكل قوته، وبالفعل بيفك بروس القيود اللي حواليه وبيلغي تعويذته، وبيرفع له اشاره الابهام، ودي علامه معروفه بين افراد الاورك، وهي انهم على وشك التخلي عن الدفاع والبدء في الهجوم. وبالفعل بيروح يهجم عليه وبيضربه يزقه لورا. بيحس وولف في الوقت ده بالرعب وانه قدام خصم حقيقي، بيستخدم كل انواع السحر اللي يعرفها، لكن ده ما بيأثرش فيه. وبيروح بروس يهجم عليه وبيكسر له ضلوعه، وبيبقى عايز يستسلم في الوقت ده عشان يرحم نفسه، لكنه في نفس الوقت كان بيتمنى خصم زي ده طول عمره، وعشان كده بيقوم وبيهجم عليه، وبالفعل بيفضل يضربه، لكن مفيش اي حاجه بتأثر فيه، وبيستنفذ كل قوته وبيقع على الارض. وبيسمع الجمهور وهم عمالين يشجعوه، وبيقول بالرغم من اني خدعتهم طول الوقت ده الا انهم لسه متمسكين فيا، وعشان كده مش لازم اخذلهم ابدا. وبيقوم وبيستخدم كل ما اوتي من قوه وبيهجم بيه على الزعيم، وبيدمر الساحه كلها، لكنه بيكون ما جرحوش حتى. وبيقول له الزعيم احتراما ليك ولشجاعتك انا هريحك من المعاناه دي، وبيضربه ضربه واحده بتخلص عليه. وبكده يبقى بروس فاز وتأهل للنهائي. بيطلع من الساحه وبيهنئوا اصحابه على الفوز، وبيقول له ريك كده يبقى احنا خدنا الحزام، كل اللي المفروض اعمله ان انا انسحب. فبيقول له بروس لسه في مباراه نهائيه وانا متحمس ان انا العبها معاك. وهنا بيجي له كل الامراض اللي موجوده، وبيبقى مرعوب من المباراه دي. بنروح بقى لولف واللي بيبقى متكسح في كل مكان، وبيقرا الاخبار اللي مكتوبه عنه، وهو انه خدع الجماهير لفترات طويله، لكن المدرب بيكون فخور بيه، وبيساله عن الحركه الاخيره اللي استخدمها. فبيقول له انه كان منهك من القتال ومش عارف هو عامل ايه. فبيقول له على العموم انا فخور انك اظهرت القوه دي كلها، وان كنت في يوم من الايام المدرب بتاعك. فبيساله هو ليه متمسك بيه بعد كل ده. فبيقول له عشان انا بعتبرك زي ابني. ولسه هيقول له انا بعتبرك زي ابويا، بس بيدخل بروس وبيبوظ اللحظه، وبيبقى عايز يساعد وولف ويستخدم عليه سحر الشفاء، لكنه بيرفض وبيكون عايز يحس بالالم عشان هو ما شعرش بيه لفتره طويله. وبيقول له كل اللي ريك قاله طلع حقيقي، وانا متحمس ان انا اشاهد المباراه النهائيه. بيبقى ريك في الوقت ده حابس نفسه خايف يطلع عشان ما يموتش مره تانية، وبيجي سناب عشان يشجعه، وبيعرفوا ان المباراه ده هيشارك فيها الاف الناس، وبيراهنوا فيها بالملايين، وكل الجماهير متحمسين انهم يشوفوها، عشان كده هو لازم يشارك في المباراه دي وما يضيعش امل الناس دي كلها. وبيسيبه وبيمشي، وبتقول له انجلينا ان هو لازم يشارك حتى لو مات فهيرجع مره تانية. فبيقول لها انت ما جربتيش انك تموتي قبل كده ومش هتفهمي اللي انا حاسس بيه. فبتقول له يعني انت استحملت تدريب بروس لمده سنتين ومت اكتر من 1000 مره وخايف من المواجهه دي؟ فبيقول لها التدريب غير القتال، وعمرك ما هتفهمي برضو اللي انا حاسس بيه. فبتقول له تمام، انا كنت بعتبرك المعلم بتاعي، بس الواضح ان انا كنت غلطانه. وبتسيبه وبتمشي. وبيقول له ميز انت ما سالتش نفسك ليه ازاي موافق انه يدربك؟ فبيقول له اكيد عشان اساعدكم في هزيمه كايزر. فبيقول له ده جزء من الخطه، الجزء الثاني بقى انه درب شخص بنفس قوته عشان يقتله في يوم من الايام. فبيقول له انت بتقول ايه؟ فبيقول له ان الاورك متفاهمين جدا وبيعبروا عن قوه صداقتهم بالقتالات دي، لكن الزعيم قوته عاليه جدا وما دخلش قتال متكافئ من وهو صغير، وكان متحمس لليوم ده. وبيبقى ريك مشتت بين اختيارين، انه يحقق رغبه مدربه بس هيدفع حياته تمن لكده، او انه ينسحب ويريح نفسه. بيروح بقى اعضاء الفيلق وبيقعدوا في المطعم، وبتسالهم انجلينا عن سبب الرعب اللي هو فيه. فبيعرفها ميز ان تدريباته كانت عباره عن جحيم، وهو نفسه مستغرب ازاي ما اتجننش من التدريبات دي. فبتقول لهم ده اللي انا مستغرباه، ازاي بقى مغامر وهو عنده 30 سنه وما عندوش اي مهاره. فبتقول لها ايليت انه عنده مهاره فطريه بس ما بيقدرش يسيطر عليها وبترهق جسمه، وعشان كده بروس منعه من انه يستخدمها. وفي الوقت ده بتكون رينيت بتشجعه انه يدخل المباراه دي عشان يحقق رغبه الزعيم. بيجي اليوم الثاني وبيبقى موعد المباراه النهائيه، وبيبقى الفائز هياخد حزام البطوله و300 مليون كمكافاه. ومش كده وبس، ده هياخد كمان 100 كيلو من المجوهرات ورحله للبحيرات الساخنه. في الوقت ده بيكون ريك وافق انه يقاتل بروس، بس بيكون في قمه الرعب. فبتقول له رينيت حاجه في ودنه وبتشجعه على طول. بيدخلوا لساحه المعركه وبيبداوا القتال.
القتال، وبيبدا ريك بهجمات متتاليه، وبيقدر انه يصيب بروس في ايده، وبيروح يهجم عليه مره تانية، وبيبقى قتال اسطوري محدش بيكون متوقع نتيجته، وبيهجم هجمات متتاليه وبيقدر كل واحد يصد هجمات التاني، وبيقدر ريك كمان انه يجرحه في بطنه، والاتنين بيدمروا ساحه القتال. بتسالها انجلينا عن اللي هي قالته له وخلته يتشجع كده، فبتعرفه انها قالت له لو فاز في القتال ده هتروح معاه في رحله للبحيرات الساخنه لوحدهم، وبيقول له بروس انا لازم ارد على هجماتك دي كاحترام مني، وبيبدا الهجوم عليه على طول، وبتبقى هجمات قويه جدا لدرجه انها بتزلزل المكان، وبيهجم عليه بعد كده هجمات متتاليه بس بيقدر انه يفعل سحر ويصد الهجمات دي، وبيروح ريك بعد كده يهجم عليه، لكن بروس بيصد الهجمه وبيكسر الارض بتاعه الساحه. بيطير ريك عليه وبيروح يهجم عليه مره تانية، فبيستخدم بروس سحره عليه، وهنا ريك بيطير في الهواء وبيبقى مكشوف لخصمه. بيستخدم بروس سحره مره تانية، لكن ريك بيستعمل وساده هوائيه وبيتفاداها، وبيستخدم هو كمان سحره وبيهجم بيه على بروس، وبتتدمر بقى اجزاء الساحه. واحب اقول لك يا صديقي ان ده قتال بين اتنين من الرتبه اس، لك ان تتخيل كميه العظمه الموجوده. بيشكروا الزعيم انه قدر يقدم مباراه زي دي، وان تدريباته ما راحتش على الفاضي، وانه فخور بيه مهما كانت النتيجه. فبيعرفوا ريك انه داخل المعركه دي عشانه وعشان يحقق له حلمه اللي كان نفسه فيه، وبيقول له انا كده هرد لك جزء من جميلك وهقاتلك باقصى قوه عندي. فبيعرفوا بروس انه اكتشف قوته دي بعد ما بقى عنده 5 سنين، وعرف ان هو مختلف عن باقي افراد قريته، وبدا يقرا في الكتب اللي البشر بتسيبها. ده كمان استخدم اسامي زي البشر واطلق على نفسه اسم بروستون، وكان باقي افراد القريه بيعبروا عن حبهم بالقتالات دي، لكن هو ما قدرش يفهم ده عشان كان اقوى منهم بكتير، وبدا افراد قريته يبعدوا عنه، وهو كان بيراقبهم من بعيد، وفضل عايش وحيد طول عمره. وفي يوم من الايام بعد عن القريه شويه، ولما رجع لها كلها متدمره وكل اللي فيها ماتوا، لكن بالرغم من كده ما حسش باي حاجه، وكمل حياته لوحده، وقرر انه ياسس فيلق الاوريكا ويدور على اشخاص بنفس قوته عشان يقدر يقاتلهم ويساعدوه كمان انهم يهزموا قيصر، لكنه ما لقاش حد يقدر يواجهه بالايد، وما كانش يقدر يطلب منهم كده، وقرر انه يحط خطه عشان يدرب بيها الشخص المناسب ويقدر يواجهه في يوم من الايام. وبيقول له الشخص ده كان انت يا ريك، فمهما كانت النتيجه انا مبسوط من اللي انا عملته معاك. في الوقت ده بيفتكر ريك كل اللي هو عمله معاه والوقت اللي قضاه في تدريبه، وبيبقى عايز يرد له جزء من اللي هو عمله، وبيستخدم رفع الابهام عشان يعلن الهجوم ويخلي بروس هو كمان يهجم عليه، وبيبداوا الاتنين بالفعل في الهجوم، وبتكون ضرباتهم سريعه جدا، وبيكون القتال غير عادي يا صديقي. الاتنين نازلين طحن في بعض وكل واحد بيكسر عظم التاني، والجدار اللي حوالين ساحه القتال بيبقى هيتكسر، فبيستخدم ميس تعويذته وبينقل كل الافراد اللي موجودين، ومحدش بيكون شايف حاجه من قوه القتال، والمكان كله بيتدمر. بيروح عشان يهجم عليه، لكن بروس بيصد الهجمه وبيضربه بهجمه اقوى منها وبيكسر جدار الحلبه كلها. بيقع ريك على الارض وبيقول في نفسه هو ده كل اللي اقدر اعمله، ده الجميل اللي انا هرده له. انا ممكن انسحب دلوقتي وهو هيبقى راضي، لكن انا مش هبقى راضي عن نفسي طول ما انا قادر احرك ايدي يبقى قادر اهجم عليه. وبيقوم من مكانه وبيفعل قوته الفطريه وبيروح يهجم بقى على الزعيم. وبيعرف بروس في الوقت ده انه ما كانش لوحده، وان اصدقائه كانوا بيساعدوه طول الفتره اللي فاتت، وبيبقى الاتنين ما عادوش قادرين يتحركوا، وبتكون الضربه اللي جايه هي اللي هتحسم المباراه. وبالفعل بيهجموا الاتنين على بعض، وبتوصل قوه الهجمه للسماء، ومحدش بيكون شايف حاجه من الدخان، وبيقعوا الاتنين على الارض، وبكده يبقى المباراه انتهت. لكن برضه ما عرفناش مين اللي فاز. بيعدي الوقت وبيفوق ريك من الغيبوبه اللي كان فيها، وبيكون اغمى عليه لمده 3 ايام، وبيسالهم عن سبب وجود الحزام بالرغم من فوز الزعيم. فبيقول له بروس ان دي نتيجه المعركه، بس اللي ربح القتال الحقيقي هو ريك. فبيقول له انا مبسوط انك بتقول حاجه زي دي، لكن انت كنت تقدر تستخدم سحر الشفاء وتشفي نفسك من اول هجمه، وعمري ما هقدر افوز عليك. فبيقول له بروس بالعكس انت قوي جدا، ولازم اشكرك على القتال ده، بس مش هشكرك لوحدك، هشكر كمان باقي اعضاء الفريق عشان ضيعوا وقتهم في تحقيق حلمي. وبكده يبقى اصحابنا حصلوا على الجوهره الثانيه، وقربوا انهم يفتحوا البوابه لعالم قيصر، وبيبدلوا الجوهره الاصليه بجوهره مزيفه، وبيرجعوا الحزام لولف، وبيعلنوا انسحابهم من البطوله، وبيروحوا بعد كده عشان يودعوا اصدقائهم اللي في المدينه، وبيستعدوا عشان يمشوا، وبيتجهوا بالفعل للمدينه عشان يدوروا على باقي الجواهر السحريه ويستخدموها في هزيمه قيصر. ولحد هنا بيخلص الموسم الاول من حكايتنا. ان شاء الله اول ما ينزل الموسم الثاني هكون اول واحد يلخصه. لو عجبك ما تنساش لايكك الجميل والاشتراك في القناه، وما تنساش تكتب لي رايك في الكومنتات. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.